لو مش عارفين تلموا المنهج مع ولادكم فدي واحدة من أحسن طرق المذاكرة اللي لازم نعلمها لولادنا، السكيمة أو الخرائط الذهنية، واللي فكرتها إننا بنكتب عنوان في النص وبنخرج منه تفرعات أو جداول، وكل تفرع ممكن يبقى تحته نقط وأفكار، وبنستخدم فيه ألوان وصور ورسومات صغيرة توضيحية، بمعنى كأننا بنلم درس كبير أو فصل كامل أو المنهج كله في صفحة واحدة. الطريقة دي خطيرة لأن المخ مش بينسى الصور والخرائط دي بسهولة، فبالتالي المذاكرة والاستيعاب وتذكر المعلومة وربط الدروس ببعض بيكون أسهل بكتير، وياما أنقذتني في زنقة الامتحانات. وكمان التشتيت واللخبطة هتلاقيهم قلوا جدا عشان الطريقة دي بتساعد المخ إنه يبقى عارف كل معلومة كان مكانها فين بالظبط. وهو يعني برضو لما تيجي تقولي للطفل يلا نراجع الكتاب كله قبل الامتحان غير لما تيجي تقولي له يلا هنراجع ورقتين تلاتة فيهم المنهج كله. يلا ابعتي الطريقة لأي أم وولادها عندهم امتحانات أو تقييمات دلوقتي.